سلام عليكم واهلا وسهلا بيكم، ازيكم يا احلى واجمل فانيليات؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحه وبالف خير. باذن الله النهارده معانا فكره مشروع للبنات اللي بتشتغل من البيت. طبعا فتره ركود الجروب واقف مفيش بيع، فتعالي نعمل مع بعض فكره تسويق لمشروع تكلفته بسيطه جدا وربحه 100%. كل الفكره فيه بس هو مجهودك وقتك، شويه التعب الصغيرين في تشكيل العجين. المشروع هو عمل مجسمات بسيطة ومتنوعة من عجينة السكر، وإنك تعرضيها للبيع في محلات بيع المستلزمات بتاعة الحلويات. أي ست بيت دلوقتي عايزة تعمل تورتة لأولادها في البيت، علشان تكلفة شراء تورتة من المحل أو من عندي أو من عندك هتبقى غالية عليها، عايزة تحط عليها مجسمات. أي واحدة بتشتغل زيك بس مثلا ما بتعرفش تعمل أشكال من عجينة السكر، دلوقتي تقدر تشتري الشكل جاهز وبسعر هيبقى بسيط جدا بالنسبة للوقت اللي هيضيع في عمايله. هيبقى سعره بالنسبة لها مغري ولقطة إنها تشتريه تحطه على التورتة بدون أي مجهود. تعالي على طول نشوف الفكرة والأشكال اللي هنعملها إيه مع بعض. قبل بس ما نبتدي الفيديو، لايك وشير علشان يوصلك كل جديد، ولو لسه مشتركة جديدة معايا فعلي زر الجرس عشان أول ما ينزل فيديو تبقي من أول الناس اللي شافته. تعالوا مع بعض نعمل أول حاجة كده قلب من عجينة السكر بدون قطاعة. عملت يا دوب بس كده اسطوانة صغيرة من عجينة السكر وقسمتها كده بصباعي من النص، وجبت السكينة وأخدت زاوية كده وقطعت. بس خلاص، هقلب بقى الجزء التاني ده كده والزقه في الجزء الأولاني. بقى عندي قلب من عجينة السكر من غير ما يكون عندي قلب أصلا ولا قطاعة على شكل قلب. طب تعالي أوريكي فكرة تانية. كورة وهتبططيها، وصباع من فوق وصباعين من تحت. الصباع اللي من فوق ده بتزقي بيه، والصباعين اللي من تحت ماسكين شكل القلب من تحت فعملوا زاوية. فبرضه بقى عندي قلب بشكل تاني بطريقة مختلفة، بدون قطاعة وبدون مولد سيليكون أساسا. انتي لو ست بيت مش محتاجة تجيبي قلب عشان تعملي قلب. طب تعالي نعمل كمان نفس فكرة القلب بس صغير، وهنعمله مرتين. برضه نغزة من فوق وصباعيني ماسكينه من تحت فمحددين الشكل، بس المرة دي مش علشان أعمل شكل قلب، لا، عشان أعمل شكل فيونكة. لأنك لو ركزتي في شكل الفيونكة هتلاقي الفيونكة عبارة عن قلبين وملزوقين في بعض. فأنا عملت قلب صغير وقلب تاني صغير، وهلزقهم الاتنين مع بعض بنقطة من المية، وهحط عليهم نقطة من النص كده. وبعدين همسك السكينة واشرح الجنب ده 4 والجنب التاني 4. بقى عندي شكل فيونكة عسولة جدا جدا، ما بتعرفيش تعمليها غير لو عندك أصلا مولد من عجينة السكر. طب تعالي كده، هنجيب شكل قطعة على شكل فراشة ونقسمها من النص. بس خلاص ده اللي احتاجناه. هنجيب النصين دول على جنب، ونجيب قلب أحمر ونعمل نفس الحركة، نغزة من فوق وماسكة أنا القلب من تحت، أو الكورة أصلا كانت من تحت كورة قبل ما تبقى قلب. وبعدين بسنة مية من هنا من على الطرف ومن هنا من على الطرف، وهلزق فيها القلب من النص، فبقى عندي شكل قلب كده كأن ليه جناحات وطاير وشكله عسول ولطيف جدا. طب تعالي نعمل حاجة تانية. قطعة من عجينة السكر وهخليها بشكل مستطيل. عشان أعمل إيه؟ عشان أعمل شكل ظرف. هبدأ من النص ده عند الزاوية بالظبط، وأعمل جنب، وعند الزاوية التانية عند الزاوية القايمة يعني من فوق، وبرضو أعمل نغزة كده، وهعمل قلب صغنن بنفس الطريقة اللي علمتها لك وهحطه في النص. فبقى عندي ظرف وكأنه مقفول كده، والقفلة بتاعته هي شكل القلب. فكان شكله لطيف قوي. طيب تعالي بقى نشوف حاجة تانية. لو انتي عندك قطاعة بتاعت شكل الوردة دي ممكن تعملي بيها أصلا مشروع يعني خطير. القطاعة دي عبارة عن قطعتين ومعاهم قطاعة كمان على شكل ورقة شجر. لما بقطع كده بتعمل معايا الشكل اللي انتي شايفاه ده. طريقة عمل الوردة انك تتني العجينة دي بالنص وتبرمي، بس كده. اه والله بس كده خلاص عملتي وردة في وقت قياسي ومن بدون اقل مجهود. والوردة شكلها عسل وتحفة ومخروطة كده وشكلها جميل قوي. ده في حد ذاته مشروع لوحده. ان قطاعة ب50 جنيه عملت بيها مشروع الورد بتاع عجينة السكر بمختلف الوانه، وقفلته في علب وعرضتها على التاجر ويعني بعتها وبقت زي الفل. وما كلفتنيش غير سعر العجينة وشوية الوقت الصغيرين اللي انا اشتغلت فيهم دول. فالفكرة ممتازة، استغليها بس صح. دي طريقة عمل الوردة. طب تعالي نكمل الشكل بتاع العلبة ونعمل كمان معاها ورقة شجر بالكتر كده أو بطرف سكينة يعني، وهعمل شكل دمعة كده. يعني دمعة كده من عجينة السكر علشان أعمل شكل ورقة الشجر. طيب أنا طبعا لسه هضيف لها تفاصيل تبين إن هي ورقة شجر، أكيد مش هسيبها كده.
عملت 2 كده بالشكل ده وبشيل التناتيش، يعني بحاول ان انا اظبط كده الشكل الخارجي عشان يطلع شكله ظريف وامور. وبعدين همسك الكتر كده ومش هقطع ولا حاجة، لا ده انا بس هعمل علامة بس كده في النص بالراحة. ومن الجنب ده هبدأ اديها علامات علامات زي الورقة بتاعت الشجر لما بتبقى مشرحة كده من الجنب ده ومن الجنب ده. باخد الشكل اللي انا عايزاه ده، وبعدين هعمل ايه؟ همسكها بقى من فوق، ورقة شجر بيبقى ليها تانية كده سنة من فوق، بعمل لها بس قمع كده من فوق، فبتدي شكل حلو قوي قوي قوي. طبعا الخطوة دي اختيارية بالنسبة لك. إيه اللي انا حطيت شوية دست باللون البامبا على الورد اللي عندي، فده ضي شوية يعني. إيه تقدري تسيبيه كده وتقدري تحطي عليه دست، بس دست بتديه شايني شوية، فبيبقى ملفت للنظر اكتر جوه العلبة. وكمان حطيت 4 ورقات كده، فكان شكلهم لطيف وحلوا قوي منظر العلبة. طيب دول كده الشكلين اللي احنا عملناهم مع بعض. العلبة دي بتتباع ازاي؟ العلبة دي بتتباع بالوزن. يعني العلبة دي مثلا عجينة السكر اللي جواها وزنها كان 120 جرام. ال 120 جرام في سعر عجينة السكر 50 جنيه. وانا مستغربة جدا لان في ناس قالت لي سعر عجينة السكر عندنا 70 جنيه و80 جنيه، وواحدة قالت لي ان احنا في دمياط عندنا عجينة السكر ب 100 جنيه. طيب انت ليه بتشتريها ب 100 وليه بتشتريها ب 70؟ غيري التاجر فورا. عجينة السكر ده مش سعرها. في تاجر بيبقى عنده حاجات قديمة، اشتري من القديم اللي عنده. في تاجر بيبقى شاري بسعر قديم واخد حاجات جملة بكميات، روحي لده واشتري من عنده، انت اولى بفرق السعر، ما تجيبيش قطاعي وغالي. وليكن يا ستي هخليها لك 60 جنيه، يبقى 60 جنيه في 120 جرام، يبقى كده معايا عجينة السكر ب7 جنيه و20 قرش. الكمية اللي انا حطاهم في العلبة نفسها التغليف بتاعها 3 جنيه ونص، يبقى كده الموضوع عامل معايا حوالي 11 جنيه. تمام، 11 جنيه تتباع بكام؟ تتباع ب20 جنيه زي الفل. أخدت فيها 9 جنيه، يعني تقريبا أخد فيها 100% من الربح، في حاجة ما كلفتكيش لا وقت ولا مجهود. الموضوع بسيط قوي، شغل قطاعات تك 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 خلص الموضوع، وفي نفس الوقت كسبتي فيها 100%. فمشروع تحفة. سوقيها بقى لأكتر من تاجر، روحي لأكتر من مكان. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجعله صدقة علم جارية، ربنا يتقبله إن شاء الله كده علم ينتفع بيه، ويكون سبب في رزق بنات كتير. اللهم أنت المرجو في كل شيء. الحمد لله رب العالمين. صباحكم دايما زي الفل يا أحلى وأجمل فانيليات.